محمد مرسي. نعم. رفضناه ضمن اطراف عديده وقوى عديده في المجتمع، على راسها المجتمع المدني، ولم يصدر القانون. الان صدر القانون رغم الاعتراضات الواسعه عليه بشكل قد يكون اكبر من حمله الرفض للقانون ايام محمد مرسي. هذه المره اطراف الدوله وقابلناهم ووزراء معترضين عليه، وفجأة لأنه للأسف الداخلية صوتها أعلى الآن قدرت تمرره. وده احنا شفنا اللي حصل بالأمن من استمرار الدولة البوليسية اللي حتى بمعنى إيه يا أستاذ جمال الداخلية صوتها أعلى الآن؟ الجملة دي بس عايز أفهم تفسيرها من حضرتك. طبعا في الآن في هستيريا. الداخلية الآن متصورة إنه الجيش هيكون داعم ليها في أي تحرك شعبي واحتجاجي، بتتحرك للثأر من شباب 25 يناير، واللي شفناه امبارح من السحل والتنكيل وإفلاتهم من العقاب من 25 يناير حتى الآن بيخليهم مستمرين كآلة قتل متحركة. طيب أنا هعرض على حضرتك وجهة نظر أخرى، يعني حتى بعض الموافقين أو المؤيدين لقانون التظاهر زي دكتور كمال هلباوي قالوا إن إحنا حاولنا نقنع بعض الشباب من المحتجين أو المتظاهرين إنهم في البداية، قالت بعض المصادر الأمنية إنهم حاولوا يعرضوا على بعض الشباب أو القيادات الثورية زي أحمد ماهر إنه يحصل على تصريح ورفض، وتواصلوا معاه عن طريق بعض القيادات الأمنية، وإنه قالوا له حتى سنكتفي باختارنا بمكان وتوقيت التظاهرة، ورفض أيضا. وبالأمس كمان يعني دكتور كمال قال إحنا حاولنا نعرض ونتناقش في موقع الحدث مع مجموعة من المحتجين، ويعني لم يستمعوا أو لم يحاولوا أن يستوعبوا وجهات النظر اللي بتقول ان في متطلبات او ضرورات لهذا القانون. رأي حضرتك ايه؟ خلينا اوضح، لان في الحقيقه الداخليه يعني اصبحت بتكذب ليل ونهار. احمد ماهر مش هو المنظم لهذه التظاهرات دي ندعو ليها قبل تطبيق القانون من مجموعه لجنه المحاكمات العسكريه وجبهه طريق الثوره، وبيشارك فيها ضمن اللي بيشاركوا شباب 6 ابريل. انه الوقفه ما كانتش عشان قانون التظاهر، عشان استمرار محاكمه العسكر للمدنيين اعتمادا على 12 محاكمه جايره وظالمه من المجلس العسكري. الوقفه كانت سلميه، القانون لا يحظر ولا يطلب اخطار. في الوقفه السلميه كانوا واقفين على جنب في الرصيف، عددهم مش كبير. الداخليه قبضت على 62 وطلع مساعد وزير الداخليه بالامس وقايل 28. هذا كذب. الداخليه اتعاملت بكلب ميكالين، افرجت عن النشطاء المعروفين والصحفيين، احنا مع الافراج عن الجميع، لكن في محاوله لكسر الشباب الغير معروفين هم اللي استمر حبسهم 24. بس ده 24 واحد يا استاذ جمال موجودين، يعني هل 24 واحد معناه حضرتك هو قال 28؟ طب عندي اللي افرج عنه اكتر من 22 و24 محبوسين، يبقوا كام؟ يبقى حاجه 40. هو قايل رسميا دول 28. طب ليه من وجهة نظر حضرتك تم الافراج عن عدد من النشطاء وعن الناشطات الفتيات كمان اللي كانوا مشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية، واختاروا انهم يكملوا عملية التحقيق مع 24 شخص؟ لانه في الحقيقة انا لو مكانهم انا عارف ان في بعض النشطاء مش هيقفوا ومش هيبطلوا مطالبة بمطالب ثورتهم، فانا بكسر الاجنحة اللي حواليهم، الشباب الغير معروفين. محدش هيقدر على منى سيف ولا حد يقدر على سلمى سعيد ولا رشا عزب. فهو متصورين ان هم بالبلدي بيقفقصوا رشهم الشباب الغير معروفين اللي حواليهم. هذا تفكير شرير من كتر معيشتنا في دوله بوليسيه. متوقعين هم بيفكروا. طيب سؤال تاني مرتبط بكلام حضرتك قلت في عمليه انتقام او ثأر عن طريق